معكم دكتور ملاك مريم، طبيبة عامة وأخصائية في العلاج بالتغذية لنساء من المغرب. كيف كنعرفوا جميع خلال العطلة الأغلبية ديال الناس كيخرجوا كيسافروا، فكيضطروا ياكلوا على برا دو فاست فود واكلات اللي كتكون غنية بالدهنيات والسكريات، فكيزاد الوزن ديالها. كذلك قلة النوم وهو واحد العامل مهم في زيادة الوزن، حيث كيزيد لينا من الافراز ديال هرمون الجوع وكينقص لينا من نسبه الحرق. اي بيان سور ما خصناش نساو واحد الفئه واحده اخرى اللي مع تغيير نمط العيش ديالها ومع الصهد كتفقد الشهيه ديالها وكتلقى راسها بوزن اقل. هو ما كاينش شي وقت محدد، اي وقت فراه مناسب. واخا ما نلتزمش اليوم نقدر نبدا غدا سون بروبليم اي سون كولبابيليتي. هما الحميات الغذائيه القاسيه كتقدر تعاونك باش تنقص الوزن بسرعه، ولكن سكي سور انك غترجع داك الوزن كذلك بسرعه ودي فوا بلو دوبل. كذلك الجسم ديالنا قدام عدم احترام الاحتياجات ديالو كيقاوم هذاك النقص وكيهبط لينا في نسبه الحرق، فكنلقاو راسنا ما كنقصوش الوزن واخا حنا ما كناكلوش بزاف. المتقطع الا كان كيحترم نمط العيش ديالنا والاحتياجات الجسم ديالنا وكذلك جوده الاكل اللي كناكلو مزيانه، فكنظن ما كاينش مشكل، غير هو خصو يكون تحت اشراف طبي باش نتفاداو نقص في بعض لي ميكرو نوتريمون. مي خصني نشير انه ماشي جميع الفئات تقدر دير هذا الصيام المتقطع، فهو ممنوع على النساء الحوامل، المرضعات، الناس اللي عندهم مشاكل في المعده واللي خصهم ياكلوا على فترات متقطعه في النهار، وكذلك الناس اللي عندهم امراض مزمنه وخصهم ياخذوا الدواء بزاف د المرات النهار مع الوجبات الغذائيه ديالهم.